بصوا يا جماعه، لقيت ناس كتير باعتين لي فيديو الكوكاكولا بتاع نادين، بتقول ان الصوره اللي قدامكم دي ما فيهاش نقطه واحده من اللون الاحمر، وعلى كومنتين جايبين لايكات في الفيديو بيقولوا ان في لون احمر. تعالوا نشوف بقى هل نادين بتضحك علينا ولا فعلا ما فيش احمر. طبعا انا بقى في الحاجات دي اللي هو الفستان لونه ايه وما اعرفش، ما بحبش اعتمد على عيني، انا بسحب الصوره على طول على الفوتوشوب. واحلى حاجه بقى في الفوتوشوب ان احنا ممكن نعمل زوم ان زي ما احنا عايزين، ونبدا بقى نمسك بكسلايه من اللي احنا المفروض شايفينه احمر. يا لهوي ايه ده طلع ما فيهاش احمر بجد. وبقيه الصوره كلها ما فيهاش اي لون غير اللون اللي هو اللبني او السيان ده. حتى بصوا انا واحده هعمل زوم اوت كده، وبصوا اول ما نبدا نرجع لورا نبدا نشوفها لونها احمر. بصوا من زوم اوت احمر لزوم ان فجاه تتحول لابيض واسود. وعلى قد ما ان الكولا فعلا ما يكونش فيها احمر موضوع غريب، بس ليه شرح لذيذ. اول حاجه هستبعد نظريه في ناس كتيره بتقول علشان انت عينك متعوده ان الكولا يبقى لونها احمر هتطلع احمر. الكلام ده غلط، واكد لك ان نفس الصوره دي لو اتعملت ببيبسي او فانتا او اي حاجه لونها مختلف برضو هتشوفها احمر. والفكره كلها في اللون اللبني، وده يا صديقي عشان عينينا فيها حاجه زي الوايت بالانس كده، متعوده ان هي تشوف الالوان حقيقيه ايا كان الاضاءه اللي موجوده عامله ازاي. بمعنى ان لو الاضاءه مصفره شويه عيني هتبدا تكنسل شويه الاصفر وتحط مكانه شويه ازرق علشان تشوف الالوان حقيقيه. والنظريه دي علميا دورت عليها، اسمها كروماتيك ادابتيشن، وهثبتها لكم دلوقتي حالا بالفوتوشوب. اول حاجه هعملها انا هختار اللون اللبني بس وهطفيه على الاخر، هتكتشفوا ايه ان لون الكوكاكولا راح. طب تعالوا نعمل حاجه اصيع بقى. اللون اللبني ده انا هبدا احوده لالوان مختلفه. اول ما هبدا احود اللبني بص شويه كده ناحيه الازرق، شايفين ايه اللي حصل للكولا؟ اصفر. وده عشان زي ما قلت عينينا بتحط مفروض اللون المعاكس. هنا الازرق كتير فعكس الازرق هو الاصفر. وعلى قد ما احنا شايفينها اصفر، بصوا بقى لو ابتديت اعمل زوم ان هنكتشف برضو ان هي مجرد ابيض واسود، مفيش اي لون اتحط فيها. فالصوره قدامكم اهي يا جماعه، ولو لسه مقتنع ان فيها احمر عايزك تعمل سيف للفيديو ده واقعد بقى اعمل زوم ان على الصوره كده واكتب لي في الكومنتس طلع فيها احمر ولا لا.